بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أن أقدم نفسي لكل الإخوان اللي يسمعوني والإخوان في الجمعية البصرية العراقية والإخوان أيضا في الاتحاد العربي والإيكو. أقول لهم اسمي أحمد عباد جبار، دبلوم بتقويم وفحص البصر، بكالوريوس تقنية البصريات، مسؤول قسم البصريات في مستشفى الإمام علي، أتابع إلى دار صحة بغداد الرصاف. الحقيقة عجبتني عبارة كل جميلة من بعض الأصدقاء، أنه في وقتنا هذا الحاضر أن هناك علاقات مؤخرا هي شبيهة بالبيوت والمنازل، منها يحتاج إلى ترميم، ومنها يحتاج إلى بناء، ومنها بيوت تحتاج إلى بيت. حقيقة احنا في وسط في هذا البلد، بلد العراق ان شاء الله، ويعمر كل بلدان العربيه والعالميه، ويجعل الامان والسلام في كل ارض موجود فيها البشريه. احب اوضح موقف الجمعيه البصريه العراقيه المتمثله برئيسها الاستاذ جار الله محسن الندر، والتي مؤخرا كان موقف حول ترشيحات مكان في WCO، وحقيقة كان موقف الاستاذ جار الله موقف حيادي، وأيضا بعد ما أنه كان يجتمع بأعضاء الجمعية واتفقنا أن يكون الموقف حيادي حيادي حيادي، لا أن نعطي صوتنا إلى إيكو ولا لأفراد في الاتحاد العربي أيضا صوت، بقينا حياديين، لأن احنا بالنسبة لنا هذا هو موقفنا كجمعية بصرية عراقية. أنا المتحدث عنها ليس ممثلا عن الجمعية، حقيقة أنا عضو في الجمعية البصرية العراقية حال جميع البصريين الذين لديهم هويات في الجمعية البصرية العراقية، ولكن زميلي الأستاذ جار الله محسن الندر أكد أن هناك حيادية في هذا الموضوع، ولن يعطي صوته إلى سواء كان المرشح من إيكو أو المرشح من، لأن كلهم إخواننا وكلهم نتمنى لهم التوفيق في مجال عملهم. تفاجأت كثيرا حقيقة بهذا الموضوع، وهو أن هناك صوت عبرت عنه الجمعية البصرية العراقية، وأيضا أعطى ترشيحا لآخر دون الآخر الثاني، ولكن هذا العمل السيد جار الله غير راضي عنه بنفس الوقت، ونحن كأعضاء أيضا غير راضين عنه. فهذا الأمر نحسب أنه يكون، كأنا أحكي عن نفسي أنه كنت خجولا من الاتحاد العربي الذي أنا أحد أعضاء به، كنت دائما أقول لهم نحن حياديين في الجمعية البصرية العراقية، نحن حياديين وموقفنا حيادي، واتصالاتي مع الأستاذ أحمد الشيري والسكرتير الأشقر، واتصالي بالأستاذ عبد الله السعيد، وأيضا بالأستاذ خالد وبالأستاذ معمر، الكل بلغتهم أنه موقفنا حيادي. لكن عندما تفاجأت مؤخرا بأن هناك، وهذه الأمور التي حدثت حقيقة أوقفت نشاطي للجمعية البصرية العراقية من هذه اللحظة. أعلنها أنه لا أدعم للجمعية البصرية العراقية من هذه اللحظة، وأيضا لأن هذه الأمور التي تفاجأت بها وهي من الطعن بالظهر حقيقة سببت لنا إحراج مع زملائنا في الوطن العربي جميعا، سواء في إيمكو أو سواء في الاتحاد العربي. بقى إحنا أنه نحافظ على العلاقة العربية والأخوة العربية، وأيضا مع زملائنا في العراق كل البصريين، لكن هناك من المحسوبين على الجمعية البصرية العراقية اللي أبدوا بسوء الأمور وسوء إداريا بدون علم الرئيس وبدون علم بعض الأعضاء كحسين رئيس العلاقات الخارجية حسين نفته، أيضا ما عنده علم بهذا الموضوع. وأيضا كنت أنا على اطلاع باتصالي مع الاتحاد العربي بأن هناك موقف العراق هو موقف حيادي، وهذه الظروف أيضا تزامنت مع ظرف يخصني، وهو مرض حفيدتي. حقيقة هذه قبل يومين حفيدتي اللي وقعت في وقعة صحية كلش يعني بجلطة دماغية، وقعتها وشلت الجزء الأيسر بيدها وقدمها. حقيقة احنا بدنا نعالج ساعة الطريق، ومن هذا الموقف أنا حقيقة غبت عن الإخوان في الاتحاد العربي، ولم أتصل بهم ولم أرد على مكالمات،
واعلنت لهم انه سوف اكون مستقيل عن اي نشاط يخص الجمعيه المصريه العراقيه، وهذا تقديرا لمبدأنا احنا عندما نعطي، احنا ناس مسلمين وعرب، عندما نقول كلمه ونحترم الكلمه. حقيقه انا احكي عن نفسي قبل ان احكي عن زملائي الاخرين، انه انا اعطيت كلمه للاتحاد العربي ولكل الاخوان البصريين انه احنا موقفنا حيادي. وايضا حتى عبر التواصل الاجتماعي سالوني بعض الزملاء انه موقف الجمعيه العراقيه هو موقف حيادي، لكن اللي حصل موضوع الحياديه اصبح خارج نطاق الرئيس وخارج نطاق اعضاء الجمعيه. هذا امر مثل ما نقول دبر في الليل. حقيقه اعتذر مره ثانيه للاتحاد العربي ولرئيسه الاتحاد العربي ولكل الزملاء في الاتحاد العربي عن هذا الطعن، ولكن اتمنى من رئيس الجمعيه الذي هو ايضا الاستاذ جار الله قدم الاستقاله حقيقه ورفع الاستقاله، لان الظروف اللي ضغطت عليه من قبل سواء في إيمكو او من قبل بعض الزملاء في الجمعيه العراقيه والمحسوبين على الجمعيه ايضا كانوا لهم تدخل كبير وضغط كبير. بالمناسبه انه احنا انا هاي الفتره اغلقت موبايلي واغلقت كل اموري لان ما اريد ان اكون في وضع ضعيف جدا امامكم، ولكن حبي لكم وتقديري لكم هو الذي منعني ان ارد على هذه المكالمات. في الختام تقبلوا مبدأنا وتقبلوا تحياتنا وتقبلوا دعاءنا لكم بالتوفيق في السنوات القادمه للجميع ولكل اخواني في البصريات. اقول لهم انني وقفت نشاطي في الجمعيه المصريه العراقيه، وايضا سوف اكون داعما لنفسي حقيقه. عندما احضر اي مؤتمر امثل نفسي، عندما احضر اي نشاط امثل نفسي. هذا هو هدفي وهدف الامور. وشكرا، واتمنى ان تدعوا لحفيدتي بالشفاء، واتمنى للجميع كل التوفيق. رب يحفظ العراق وشعبه وجميع بلدان العربيه والعالميه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.